يا صباح الخير يا صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل لفة جلاش بحشوات اقتصادية موجودة في اي بيت. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. معايا لفة جلاش بصراحة كانت مكسرة، ما كانتش صبحة، يعني عملت بيها فطار كان موجود عندي. احنا بصراحة كنا هنفطر بيض وبطاطس وشرايح من الطماطم والفلفل. ورحت قلت لهم طب تعالوا نعمل فطار كده هيعجبكم. لفة الجلاش كانت مكسرة معايا شوية، بس هقولك طبعا هعملها ازاي. كان عندي لانشون وجبنة وزيتون. همسك بقى لفة الجلاش كده احط فيها اي حشوة فطار انت حابة تحطيه، اي جبن حابة تحطيها، دي حاجة ترجع لك انت. حطيت لانشون، بعد كده هحط بيض، وبعد كده هحط زيتون. لو لفة الجلاش بقى هتلاقيها صبحة بقى كده والورقية كده عارفة تمسكيها، هتعرفي تعملي اي لفة انت حابة تعمليها. يعني انت ممكن دلوقتي تاخدي الحشوة ديت من اول لفة الجلاشية من فوق وتبرمي زي الصوابع كده وتقطعي بالسكينة. يعني الطول بتاعها دوت هيعملك مثلا بتاع 3 صوابع مبرومين كده، ويبقى فيها طبعا الجبنة من جوه او البيض او اي حشوة انت حابة تعمليها. ولو في طبعا جبنة موزاريلا مع جبن ميكس بتبقى فيها مط كده، بتبقى طعمها حلوة جدا. بصوا هنا انا عمالة اقفلها بالعافية عشان مكسرة مني، بس مفيش مشكلة. طيب انا دلوقتي لو انا مش حابة ان انا اعمل فطار وحابة ان انا مثلا دلوقتي اعملها كوجبة غدا، هتبقى سهلة جدا معاكي. بس لازم يكون الشاورما بقى تكوني عاملاها، تكوني عاملة شاورمة لحمة، شاورمة فراخ، عاملة سجق، اي بروتينات انتي تكون موجودة عندك او تعمليها جاهزة، هتحطيها على لفة الجلاش زي ما انتي شايفة كده. واللفة دي بقى ترجع لك انتي تعمليها شكل زي الكريب، بتطبقيها زي ما انا عاملاها، تعمليها صوابع مبرومة ورا بعض. وطبعا الحشوات بتاعتنا طبعا بتبقى مستوية اللي هي كبروتينات يعني عشان الغدا. وبعد كده على الطاسة يا دوبك الجلاش يتشمع كده من ناحيتين، وتبقى كده خلاص الغدوة بتاعتنا بقت جاهزة. لكن بالنسبة للي انا عملته النهاردة دوت، دي كان الفطار بتاعنا، بس انا عملته بشكل جديد. الولاد يتبسطوا شوية ويغيروا شوية. وطبعا طعم الجلاش اساسا بيبقى حلو، يعني بيبقى طعمه جميل كده، مع ان احنا بقى حطينا جبن وزيتون وبيض، كان طعمه بجد تحفة. هطبق بقى كده على بعض، وعلى الطاسة كده على طول ادهن بالفرشة، ما احطش زيت كتير ولا زبدة كتير، حاجات بسيطة جدا كده. وبعد كده بقى انزل الجلاش بتاعي دوت على مناديل مطبخ. بصراحة احلى حشوة عجبتني البيض واللانشون، كانت طعمها بجد تحفة. بس كده طبقتها زي ما انت شايفة. التطبيقة بقى دي ترجع لك انت، يعني لو لفة الجلاشة كانت طرية معايا كانت هتبقى احسن من كده بصراحة. وده كان فطارنا النهاردة، ويا رب يكون الفيديو البسيط دوت يكون عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك عشان قناتي تكبر بيكم، وتفعلوا الجرس اللي هي كلمة الكل عشان ينزل لكم كل جديد. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.